عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال الثانوية عامة، هانت كلها أيام. سنة بسم الله ما شاء الله، تبان إنها طويلة لكن سريعة فعلا، سريعة، وده اللي احنا قلناه في الأول. معاك مستر محمود فتحي شمة، مدرس التاريخ للثانوية العامة. أهلا بيك. زي ما اتكلمنا قبل كده، كل الناس بتقول نفس الكلام: أستاذ أنا فصل لوحده أنا ممتاز. أنا عندي مشكلة في الروابط. أنا لما نيجي نحل امتحانات آخر السنة بتكون عندي مشكلة كبيرة. حقيقي أنت لو مذاكر فصل بس وكل فصل على حدة، أنت أنت عندك حاجة كويسة، بس أهم حاجة في امتحان آخر السنة الروابط. شغلنا في المنهج علمنا حاجة مهمة جدا، إنك تبدأ تشتغل روابط من أول الفصل الخامس. يعني عندك الفصل الخامس، السادس، السابع، الثلاث فصول دول لازم تربطهم بالفصل الأول والثاني والثالث والرابع. يعني أنت بداية الروابط عندك من أول الفصل الرابع. دي الحلقة الرابعة لينا. أتمنى إنك تكون شفت الحلقات اللي فاتت، وإن شاء الله بإذن الله إنك تشوف الحلقات اللي جاية. الفكرة اللي إحنا بنحاول نعملها إن ناخد الفصل الرابع ونبدأ نربطه بالفصل الأول والثاني والثالث، وهنفضل ماشيين إن شاء الله لغاية ما نوصل لنهاية الفصل السابع، ونحاول نربط زي ما قلت لك. احنا اتكلمنا في الفصول او في الفيديوهات اللي قبل كده عن شبه الجزيرة العربية، وربطناها باللي حصل في الشام، او اللي حصل في الشام، او اللي حصل في الخليج العربي، او اللي حصل مع محمد علي عند اليمن. واتكلمنا على الجزائر وربطناها بالاحداث اللي كانت موجودة في مصر او كانت موجودة في الدولة العثمانية. النهاردة ان شاء الله باذن الله هنتكلم على جزئيتين موجودين عندك في الفصل الرابع. ايه هما الجزئيتين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده ان شاء الله؟ هي تونس ومراكش المغرب. من الجزئيات السهله جدا حبيبي، الله يبارك لك. احنا مش محتاجين منك غير ورقه وقلم. تاني، ورقه وقلم، وابدا يلا وقف الفيديو، حضر حاجتك، كمل معايا يلا على طول. جاهز؟ يلا بينا. ورقتك وقلمك يا سيدي واكتب معايا. اول حاجه احنا بنتكلم عليها هو احتلال تونس. طبعا انت عارف وانا مش هشرح، انا هدخل في الروابط اللي انا عايزها بس. انا بتكلم على تونس. فاول حاجه لازم نعرفها ان تونس تشبه مصر من حيث تنافس الدول الاستعماريه عليها. تاني جمله، تنافس الدول الاستعماريه عليها. هي مصر كان في حد بيتنافس عليها؟ طبعا كانت انجلترا وكانت فرنسا. انت عندك لغايه الثوره العرابيه والمذكره المشتركه الاولى والمذكره المشتركه الثانيه كان في تنافس بين فرنسا وبين انجلترا على مين يستولي على مصر. نفس الفكره، تونس كان بيتنافس على الاستيلاء عليها ثلاث دول استعماريه: انجلترا، فرنسا، ايطاليا. يبقى اول فكره عندي في التشابه ان احنا عندنا في شبه بين مصر وبين تونس في تنافس الدول الاستعماريه للاستيلاء عليهما. شكرا. دي الفكره الاولى. الفكره الثانيه ان مصر وتونس الاثنين متشابهين في الديون. ان كان الديون او الازمه الماليه هي السبب المباشر في الاستيلاء، او هي الحجه التي استخدمتها الدول الاستعماريه للاستيلاء عليهما. كده كنا اتنين ان شاء الله باذن الله. نبدا بالفكره الثالثه، وهنا بقى نبدا ندخل. واحنا بنتكلم على تونس بنلاقي ان حكام تونس كان عندهم رغبه في تطوير البلاد. طب ما تاخدها معايا دي كده سهله، دي ما فيهاش حاجه. حكام تونس كان عندهم رغبه في تطوير البلاد. طب ما كده حكام تونس تناقضوا مع حكام مين؟ مراكش. لا تاني كده، ده اختلاف مش شبه. حكام تونس كان عندهم رغبه في تطوير البلاد، اللي هو الباي محمد والباي محمد الصادق. ده هم سعوا لتطوير البلاد، وده طبعا كان مفرح جدا الدول الاستعماريه. يا نهار ابيض، ده احسن حاجه بالنسبه لهم. على عكس سلطان مراكش اللي كان رافض لتحديث البلاد، لان هو عارف ان الهدف من وراء فرض معاهده الامتيازات انها تكون حجه لتدخل في شؤون بلاده. عشان كده لما بنيجي نتكلم على مراكش، لو معاك ورقه وقلم ركز، هيتم فرض معاهده الامتيازات عليه، وهنتكلم عليها دلوقتي. يعني ان شاء الله في نص الفيديو هتسمع ايه الجزء بتاع مراكش. بس انا حبيت نقولها كده واحنا ماشيين في طريقنا او في تشابهاتنا باذن الله. يبقى احنا قلنا
في شبه بين مصر وبين تونس. اتكلمنا على الشبه في الديون او في الازمه الماليه. تعال نتكلم بقى على شخصيتين مهمين جدا. اول حاجه هنتكلم عليها هو الباي محمد الذي اصدر عهد يعرف باسم عهد الامان. الباي محمد اصدر عهد الامان في عهد مين من حكام مصر؟ في عهد سعيد باشا. تاني، الباي محمد عاصر من حكام مصر؟ سعيد باشا. فيها اي مشكله؟ قال لي لا. طب يا استاذ، الباي محمد اصدر عهد الامان الذي ساوى فيه بين الشعوب في الحقوق والواجبات. طب السؤال، معنى كده ان الباي محمد او عهد الامان الذي اصدره الباي محمد يشبه ايه عندنا في مصر؟ قال لي يشبه دستور 1923 الذي ساوى بين المصريين في الحقوق والواجبات واللي اكد على الحريات العامه. يبقى انا عندي الباي محمد اللي كان في عهد سعيد، يعني سنه 1855 ده بدايه حكم سعيد باشا. 1855 ده بدايه حكم سعيد باشا عندنا في مصر. خد بالك في الفتره ديت انا عايزك والله تركز. في الفتره اللي هي بدايه حكم سعيد باشا كانت مصر بتشارك في حرب القرم مع روسيا، او مصر كانت بتشارك مع الدوله العثمانيه في حربها ضد روسيا. هو دي المشكله انك يبقى عندك قدره على الربط. كنت بتاخد ان ازدهرت الصناعه في مصر في اواخر عصر عباس وبدايه عصر سعيد بسبب ان مصر شاركت في حرب القرم مع الدوله العثمانيه ضد روسيا. هو هيجيب لك الروابط، امسك امتحانات واقعد حل الروابط، اهم حاجه في المنهج. يبقى هرجع للجزء اللي احنا شغالين فيه، تونس. الباي محمد اصدر عهد الامان. عهد الامان بيساوي او بيشبه دستور 1923 عندنا في مصر اللي صدر في عهد مين بقى؟ دستور 23 صدر في عهد مين عندنا؟ في عهد مين؟ قول معايا، السلطان ولا الملك؟ قال لي لا طبعا الملك احمد فؤاد، لان هو بقى ملك بعد الدستور. تمام. نيجي بعد الباي محمد بيجي عندي الباي محمد الصادق. الباي محمد الصادق اللي اصدر دستور 1861. اصدر دستور 1861 وده كان في عهد اسماعيل باشا. بالنسبه لمصر يعني كان في الزمن ده في اسماعيل باشا. طب خلي بالك الله يبارك لك، هو المنهج اتكلم عن دستور 1861؟ الصراحه لا قال لك ولا قال لك. هو اكيد دستور، والدستور اكيد جاء نتيجه حاله من الاستقرار اللي كانت موجوده في عهد الباي محمد. خد بالك انا عندي الباي الحاكم، يعني زي كلمه الباشا عندنا، زي كلمه الرئيس. الباي محمد ده بعد عهده جاء الباي محمد الصادق. الباي محمد الصادق مهم جدا بالنسبه لي، اصدر دستور والمنهج ما اتكلمش عنه فانا مش هتكلم عنه. يبقى اصدر دستور 1861، بس اهم حاجه انا عايزك تعرفها ايه؟ ايوه ركز بقى كده. الباي محمد الصادق يشبه الى حد كبير الخديوي اسماعيل، لان في عهده تم اصلاح او تم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصه بالبنيه التحتيه زي مد السكك الحديديه والبراك والتلغراف، اللي هو التلغراف يعني هو البراك، بالاضافه الى الاهتمام باصلاح المواني. يبقى لما يقول لي يشبه خد بالك من الكلمه، الباي محمد الصادق مين؟ هقول له الخديوي اسماعيل. طب بيشبه الخديوي اسماعيل في كام حاجه؟ في 2. 1 في الاهتمام بالبنيه التحتيه، تاني حاجه في التوسع في القروض. تاني، الباي محمد الصادق يشبه الخديوي اسماعيل في الاستدانه. احنا قلنا الخديوي اسماعيل مارس سياسه الاستدانه بشراهه، وطبعا ده كان بالنسبه للدول اللي موجوده في اوروبا. خد اللي انت عايزه احنا هنديهولك عشان تقع في الازمه الماليه. يبقى كده اتكلمنا عن الباي محمد الصادق، ودي كانت الفكره الثالثه بالنسبه لي. الفكره بقى الرابعه ديت مهمه جدا، هقولها لك ديت يا سيدي الفاضل محتاجه منك تركيز رهيب. الفكره الرابعه احنا بنتكلم على عام 1878. لا اكتب معايا كده الله يبارك لك كده في نص الصفحه، عام 1878.
يعني انا بشوف ناس ياما بسم الله ما شاء الله هم كاتبين على السبوره وانت عمال تسمع. انا عارف والله انك بتسمع من هنا وبتطلع من هنا، انا عايزك تكتب، لانك لو ما كنتش بتكتب انت ما بتعملش حاجه، هتفضل طول عمرك تسمع. نركز تاني بقى. سنة 1878 دي سنة مفصلية، دي سنة رهيبة، دي فيها كمية أحداث. يعني عايز أقول لك تقريبا كان عام مليء بالأحداث. لا ركز بقى، كتبت معايا؟ تعالى هنقسمها لثلاث أجزاء. يبقى سنة 1878 هنقسمها لثلاث أجزاء. تعالى نتكلم على مصر. إيه ده، هي كان فيها أحداث ياما في مصر؟ قال لي يا نهار أبيض. في السنة ديت تم تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية لمواجهة طغيان المدارس الأجنبية. صح؟ صح. في السنة ديت الخديوي إسماعيل أصدر قرار بتأسيس أو بتشكيل مجلس النظار اللي هو مجلس الوزراء. في السنة ديت ومهمة قوي، والله مهمة. في سنة 1878 أنا لسه بتكلم على مصر، الخديوي إسماعيل أصدر ما يعرف باسم مرسوم 1878 اللي بينص على ان رئيس الوزراء اللي هو رئيس مجلس النظار يكون سلطته سلطة منفردة او سلطة مستقلة، ولا يحق للباشا اللي هو الخديوي تشكيل الوزارة بنفسه. وهتلاقي ده موجود عندك في زمن توفيق. لو انت مركز معايا هتلاقي ان الخديوي توفيق شكل وزارة بنفسه، وذلك يخالف المرسوم الذي أصدره الخديوي إسماعيل عام 1878. لقيتها اللي هي في أول الفصل الثالث. يبقى سنة 1878 ده احنا لسه في 4 نقط عندي في مصر، ده لسه هكمل. ده 4 نقط في مصر. ايه هم؟ مرسوم 78 الخاص بتشكيل مجلس النظراء وأصلا تنفيذ مجلس النظراء أو الوزراء، والجمعية الخيرية الإسلامية. سنة 1878 كانت مصر تواجه مشكلة مالية كبيرة ترتب عليها مجيء ما يعرف باسم لجنة التحقيق الأوروبية. ايه ده؟ كل ده في سنة 1878. قلت لك مليئة بالأحداث. يبقى أنا عندي مصر كان فيها 4 حاجات. عندي حاجة اسمها مرسوم 78 ومجلس النظراء والجمعية الخيرية الإسلامية ولجنة التحقيق الأوروبية، لجنة التحقيق الأوروبية اللي جات لبحث الأزمة المالية، واللي طبعا الخديوي إسماعيل اداها سلطات واسعة إزاء ما يعرف باسم الإيرادات والمصروفات. ده بالنسبة لمصر. في نفس الوقت اللي مصر كانت بتعاني من المشاكل ديت، كانت الدولة العثمانية بتواجه مصير بائس عندما هزمت الدولة العثمانية من روسيا. لا ركز معايا، 1878 هو ده العلاقة بتونس؟ ده هو ده تونس. 1878 بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة تونس. تاني 1878 ايه اللي حصل؟ قال لي يا أستاذ هزمت الدولة العثمانية من روسيا، وتم فرض معاهدة عليها تعرف باسم معاهدة سان ستيفانو، والتي أدت إلى ظهور دولة روسيا وبلغاريا أكبر من اللازم. الله، ده كل ده 1878؟ طبعا. طب ده بالنسبة لمين يا أستاذ؟ ده بالنسبة لروسيا. يبقى روسيا ده بالنسبة للدولة العثمانية هزمت من روسيا. نتيجة هزيمة الدولة العثمانية من روسيا هيجي المستشار أو هيجي بسمارك. ده إيه بسمارك ده كمان يا أستاذ؟ ده دعا بسمارك اللي هو يا أستاذ المسؤول أو المستشار الرايخ الألماني، دعا إلى عقد مؤتمر مهم جدا اسمه مؤتمر برلين. لا تاني كده، يبقى 1878 في سان ستيفانو، وفي مؤتمر مهم جدا 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 اسمه مؤتمر برلين، واللي دعا إليه بسمارك لبحث الأزمة العالمية اللي موجودة على حساب الدولة العثمانية. الراجل الألماني قال يا جماعة أنا شايف الدولة العثمانية بتنهار، ما تيجي نقعدوا مع بعض في ألمانيا وكل واحد ياخد جزء والدنيا تتراضى. ده طبعا هو بيدور على مصلحته، لأن هو عارف إن إنجلترا وفرنسا كل دولة كانت محتاجة جزء، وده اللي هيحصل. لو أنت بقى مكمل معايا، هو إيه اللي حصل يا أستاذ في مؤتمر برلين؟
اللي حصل في مؤتمر برلين هتبان قوي في النقطه اللي انا هتكلم عليها على طول اهو. انا هنا خلصت كده 1878. تعال بقى خد النقطه اللي انا عايزها. ايه النقطه؟ النقطه الدوله العثمانيه كانت دايما تنهزم في 3 مواقع. حاول تربط كده 1878 جزء مهم وخلص. انا بتكلم بقى على جزء تاني عشان اربط اللي حصل فوق مع اللي هيحصل تحت. هي الدوله العثمانيه اتهزمت عندي كم مره؟ 3. 3 اسمع كده معايا. هزمت الدوله العثمانيه في حرب الشام الاولى. حرب الشام الاولى محمد علي. وهزمت الدوله العثمانيه في حرب الشام الثانيه اللي هو معركه نصبين او نزيب. حرب الشام الثانيه اللي هي اخر حروب محمد علي سنه 39. تاني اخر حروب محمد علي سنه 39. وهزمت الدوله العثمانيه سنه 1878. تاني يبقى الدوله العثمانيه اتهزمت عندي كم مره؟ 3. مرتين على يد محمد علي. المره الثالثه على يد روسيا. طب تعالى بقى نسمع كده الله يبارك لك وركز في كل هزيمه للدوله العثمانيه بتتصرف ازاي عشان نعرف الشبه والاختلاف. اول هزيمه سنه 1833 اجبرت الدوله العثمانيه. ركز، اجبرت يعني غصب عنها. اجبرت الدوله العثمانيه واجبر محمد علي. ايه ده؟ هما الاثنين تم اجبارهم على توقيع صلح كوتاهيه. ايه ده؟ استاذ انا كان بيتقال لي ان لما السلطان العثماني انهزم حصل خلل في التوازن الدولي. انت ممتاز بس انت مش مفرق. هو امتى حصل خلل في التوازن الدولي؟ بعد حرب الشام الاولى ولا بعد حرب الشام الثانيه؟ لا، بعد حرب الشام الثانيه. فعشان كده بقول لك تعالى ركز معايا عشان انت بتاخد مؤتمر برلين. ايوه يا استاذ، اللي هو ايه اللي حصل فيه؟ اللي هو بعد فرض معاهده سان ستيفانو على السلطان العثماني. اللي حصل ايه يا استاذ؟ ان اصبح العالم على شفا حرب او حصل خلل في التوازن الدولي من وجهة نظر انجلترا وفرنسا. جميل. طب امتى التوازن الدولي اللي كان موجود قبل كده؟ اللي كان بعد حرب الشام الثانية. فعشان كده بقول لك ركز. يبقى الدولة العثمانية هزمت كم مرة؟ 3. المرة الأولى بعد حرب الشام الأولى 1833. وترتب على هذه الهزيمة ان انجلترا والدول الاوروبيه فرضت على محمد علي وعلى السلطان. فرضت يا جماعه، فرضت على محمد علي والسلطان العثماني صلح اسمه صلح كوتاهيه. في نفس الوقت محمد علي بعد الصلح هيبقى علاقته طيبه، اما السلطان العثماني هيتخابس، هيتناقض، وهيروح السلطان العثماني ويعمل معاهده مع روسيا. يا دي الدنيا اللي رايحه وجايه. ما عشان كده قلت لك ورقه وقلم. انا بتكلم سنه 33. وقتها السلطان العثماني هيروح يعمل معاهدة مع روسيا اسمها معاهدة يوليو 1833 اللي بتأكد على ان روسيا هتساعد الدولة العثمانية في وجه محمد علي. طب دي اول جزء. الحرب الثانية اللي انا بتكلم عليها اللي انهزم فيها السلطان العثماني هي معركة نصبين او معركة نزيب اللي هي حرب الشام الثانية 1839. ايه بقى موقف السلطان العثماني؟ مش قادر يعمل حاجة. هنا انجلترا تدخلت لحماية السلطان العثماني لانها ادركت ان هناك خلل في التوازن الدولي. يبقى التوازن الدولي حصل مرتين، مرة على ايد محمد علي ومرة على ايد روسيا. تاني كده، يبقى الخلل في التوازن الدولي كم مرة عندي في المنهج؟ مرتين. مرة بعد حرب الشام الثانية. ركز والله هتلاقي في الاخطر حرب الشام الاولى وحرب الشام الثانية. تبقى قاعد ما انتش عارف تختار اهله. بقول لك حرب الشام الثانيه هي اللي حصل بعدها خلل في النظام الدولي او حصل فيها خلل. حرب الشام الثانيه او معركه نزيب او معركه نصبين السلطان العثماني مش قادر يعمل حاجه. تدخلت انجلترا لانقاذ الدوله العثمانيه وفرضت على محمد علي معاهده تعرف باسم معاهده لندن سنه 1840. طب تعالى نتكلم تاني. لما حصل عندي يا استاذ برضه خلل في التوازن الدولي من وجهة نظر انجلترا وفرنسا بعد معاهدة سان ستيفانو، ايه اللي حصل؟ شوف بقى هنا الدولة العثمانية هتعمل ايه؟ الدولة العثمانية تنازلت عن اجزاء من اراضيها اللي هي قبرص. لمين؟ لانجلترا، على وعد من انجلترا للدفاع عنها. يبقى احنا كده عندنا في جملة مهمة جدا. اول ما اسمع كلمة خلل في التوازن الدولي
الخلل في التوازن الدولي حصل مرتين، مرة بعد حرب الشام الثانية، مرة بعد هزيمة الدولة العثمانية من روسيا. في مشكلة؟ ما تنساش احنا قلناها، السلطان العثماني هزم 3 معارك: حرب الشام الأولى، حرب الشام الثانية اللي هو نزيب أو نصبين، وهزيمته من روسيا وبلغاريا وفرض معاهدة سان ستيفانو على السلطان العثماني. يبقى احنا اتكلمنا على سنة 1878 بالنسبة لمصر وإسماعيل، بالنسبة للدولة العثمانية وهزيمتها، بالنسبة لواحد من أهم المؤتمرات، مؤتمر برلين الذي دعا إليه أو دعا له بسمارك اللي هو مستشار الرايخ الألماني. يعني زي نقول كده رئيس الوزراء بالنسبة للرايخ، الرايخ يعني اللي هو الحاكم الألماني. في مشكلة؟ تمام. فاضل لي بقى أفكار سريعة هنقولها على السريع، وإن شاء الله بإذن رب العالمين بكرة نوعدك بفيديو جديد هنحاول نربط فيه ليبيا، هنحاول نربط فيه مراكش بالفصل الأول والثاني والثالث. حاجات سريعة بقى كده، أفكار بسيطة هنقولها كده سريعا، يا رب إن شاء الله بإذن الله تستفيد منها. أول حاجة بنتكلم عليها، إحنا عندنا مؤتمر برلين وعندنا مؤتمر اسمه مؤتمر الجزيرة. مؤتمر برلين اللي كان خاص أو مهد بعد كده لفرنسا للاستيلاء على تونس، لأن إحنا قلنا إن إنجلترا سيطرت على قبرص من الدولة العثمانية، فمين اللي زعلت؟ اللي زعلت فرنسا. قالت لها يا إنجلترا أنت عمالة تاخدي وأنا ما بناخدش حاجة، قالت لها يا ستي روحي احتلي تونس. وده طبعا أغضب إيطاليا، فخلى إيطاليا تروح تنضم الحلف مع ألمانيا والنمسا ضد إنجلترا وفرنسا. عشان كده بقول لك خلي بالك، مؤتمر برلين ده مؤتمر مهم جدا. الفكرة اللي احنا هنقولها عشان تبقى سريعة، في شبه بين مؤتمر برلين ومؤتمر الجزيرة. الجزيرة بتاع مراكش من حيث الدولة الداعية لهما. مين الدولة اللي دعت لمؤتمر الجزيرة ومؤتمر برلين؟ هي ألمانيا. في أول التسجيل أو في أول الفيديو كنا اتكلمنا، أو في أول المحاضرة اتكلمنا عن وجه الشبه بين حكام مصر وحكام تونس. دلوقتي بنتكلم على وجه الاختلاف بين حكام تونس وحكام مراكش. احنا قلنا حكام تونس كان هم اللي بيسعوا الى تحديث البلاد، وهم اللي جروا على معاهدات الامتيازات وكانوا فرحانين بيها، على عكس حاكم مراكش او سلطان مراكش اللي كان رافض فكرة التطوير، وتم فرض معاهدة الامتيازات عليه سنة تم فرض، خد بالك عشان دي كلمة مهمة قوي، تم فرض معاهدة الامتيازات على حاكم مراكش في عهد مين تتخيل؟ في عهد لويس ال15 يا أستاذ، سنة 1767. في عهد لويس ال15 تم فرض معاهدة الامتيازات على سلطان مراكش في عهد لويس الكام؟ ال15. حاجة كمان عايز نقولها، لما نيجي نتكلم على مراكش بلاقي عندي السلطان محمد الخامس. يشبه مين السلطان محمد الخامس في توجهاته السياسية؟ يشبه مصطفى النحاس باشا. يشبه مصطفى النحاس. هما الاثنين كانوا بيأيدوا الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. هقولها تاني، ايه الشبه بين السلطان محمد الخامس ومصطفى النحاس في مصر رئيس الوزراء؟ هو تأييد كل منهما لدول الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية. طب ايه الاختلاف بين السلطان محمد الخامس اللي هو سلطان مراكش والملك فاروق؟ الاختلاف في توجهاتهم السياسية، بمعنى سلطان مراكش اللي هو سلطان محمد الخامس كان بيأيد الحلفاء، على عكس الملك فاروق اللي كان عنده ميول محورية لألمانيا وإيطاليا. ما تنساش ان هو اخرج مظاهرات في مصر بتقول الى الامام يا رومي، وانت عارف القصة اللي ادت الى حادثة 4 فبراير 42. طب اخر حاجة بقى كده، نقطتين ما فيهمش حاجة. مين اول دولة وافقت لفرنسا على احتلال مراكش؟ مين اول دولة وافقت لفرنسا او فرنسا حصلت على موافقتها انها تروح تحتل مراكش؟ اول دولة كانت ايطاليا. طب مين اخر دولة اوروبية حصلت فرنسا منها على الموافقة لاحتلال مراكش؟ مين اخر دولة ادت لفرنسا الموافقة؟ كانت المانيا بعد حادثة اغادير.
اتمنى ان شاء الله باذن الله انك تكون استفدت، انك تكون كتبت الروابط. اسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة، ان شاء الله كل يوم هنحاول نجيب لك روابط تربط الفصل السادس الخامس السابع بالفصل الاول الثاني الثالث الرابع. يا رب تكون استفدت. كان معكم مستر محمود فتحي شمة، مدرس التاريخ للثانوية العامة.